احنا لما بنفرح بنحزن بننتصر، دايما الموسيقى يعني ليها مكانة في تهذيب النفس. يعني ازاي بتشوف ده؟ ازاي بتشوف أهمية الموسيقى في انها يعني حاجة موحدة؟ كل الشعوب بتسمع موسيقى في لما بيحسوا بأحاسيس مختلفة. دايما الموسيقى دي بتوحد الناس. الموسيقى لغة عالمية يفهمها الناس كلها من غير ما يعرفوا ايه اللي بيتقال. اللحن لوحده يفرق. حضرتك ممكن تسمعي كمان او عود يعني تروحي له كده بكل احاسيسك من غير ما تعرفي حتى ممكن الكلام اللي عليه ايه. ومع ذلك انا افتكر كويس وبرضه يمكن بستشهد ببولندا لان ده ثقافه غيرنا خالص. احنا كنا عملنا على هامش المهرجان حفله لمده ساعه كامله في احد الاماكن هناك في بولندا، وكان الحضور كله من البولنديين. وعايز اقول لحضرتك ان كلهم كانوا معانا قلبا واذنا وسمعا وتركيزا، ولا كاني قاعد في مصر. الناس مبسوطه مبهوره ومش عارفين معنى الكلام، بس الاحساس وصل لهم وقلوبهم بنحس انها اترفعت لربنا، وبنحس ان هم بداوا بيصلوا معانا الترانيم حتى باللغه مش معروفه، بس الاحساس بيوصل جدا. وهو ده اللي احنا بنركز عليه، بنقول للناس دايما صلي الترنيم. انا دايما نقول لهم صلي الترنيم. هل الترانيم مذكوره في الكتاب المقدس؟ ده احنا عندنا داوود المرنم. داوود المرنم في حاجة اسمها مزامير داوود، كانت مرنمة مرتلة. وكان زمان في العهد القديم كانوا يبقى الموسيقى ليها نظام كبير جدا جدا جدا، وليها ترتيبات، وليها مين في المقدمة ومين الفرق اللي من ورا، ومين ليها ترتيبات كبيرة جدا. فطبعا جذور الترانيم موجودة في الكتاب المقدس، ومن الجذور دي بدأنا ان احنا نعمل كل الالحان القبطيه. الترانيم هي التراتيل، هي نفس ولكن نفس الجمل مختلفه. ترتيله او ترنيمه هي نفس المعنى. بتشوف ان الموسيقى ممكن تغير من تصرفاتنا؟ ده تخلينا في حته ثانيه خالص على كل المستويات، فردي ومجتمعي واسري ونفسي وكل حاجه. دكتور رامي، يعني واحنا قبل التسجيل قلت لي انك دكتور قلب. أنا اتفاجئت، أنا كنت متخيلة إنه حضرتك دكتور في مجال الموسيقى. لا. فده مجال تاني خالص. بس هي هوايتي من وأنا صغير. يعني مع دراسة الأكاديمية ودراسة الطب وتمارس الطب، لكن عندك هواية الموسيقى من وأنا صغير وأنميها دايما. القلب والموسيقى يعني طبعا حاجه واحده بالظبط. ما احسش ان في فرق كبير، يعني الموضوع نفس الاتجاه. لكن الفكره انه يعني عندك وقت وبتيجي بتقود الكورال، وكمان الشباب مش بقوده لوحدي طبعا. في ناس كتيره قوي بتساعدني في الكورال، حلوين خالص وزي الفل، ويعني هم تقريبا اللي بيعملوا كل حاجه يعني.